ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن آلام الصدر والنغزات المتكررة اللي بتحصل، وعاوزين نعرف مصدرها. هل هو القلب؟ هل هو المعدة؟ هل هو القولون؟ هل هو المريء؟ هل هو المرارة؟ كتير مننا بيبقى معرض ان بيحدث له ألم شديد في منطقة الصدر، سواء بيبقى وجع او نغزات في منطقة الصدر، وبنبقى محتارين هل الألم ده متعلق بالقلب ولا الجهاز الهضمي زي المرارة والمريء، ولا متعلق بالقولون العصبي والمرارة، ولا الحالة النفسية، ولا أنا مثلا عندي نقص في الفيتامينات والمعادن هو اللي مسبب لي الألم ده. في الفيديو ده إن شاء الله هيساعدنا إننا نعرف نفرق بين الوجع ده هل من منطقة الصدر ولا من فين بالظبط، أو النغزات اللي بتحصل في منطقة الصدر. خلينا في البداية نتكلم عن الوجع أو النغزات اللي بتحصل في منطقة الصدر في منطقة مثلا المريء أو المعدة. لو الوجع ده مرتبط بارتجاع في المريء، فطبعا بنلاقي الوجع ده واخد دايما المساحة دي كلها، لان حمض المعدة بيسيب المريء ويطلع فوق لحد طبعا البلعوم من هنا لحد الرقبة، لانه بيسيب المريء او المعدة، حمض المعدة بيسيب المعدة ويطلع فوق المريء لحد البلعوم والفم. ممكن طبعا يبقى مرتبط بوجود زي مثلا كحة او طعم مر في الفم. كمان في حالات متقدمة زي مثلا اسمها انقباضات المريء، بيبدأ الوجع ده يسمى عندي في منطقة الظهر، خاصة الأكلات اللي بتتعب المعدة بيكون برضو معاه غثيان أو شعور بالقيء. كمان بيحصل لو أنا أكلت وأخدت وضعية النوم على طول. بالنسبة لوجع المعدة اللي غالبا بيكون عندنا التهابات أو ألم في فم المعدة، اللي هو مثلا قرحة أو التهابات في جدار المعدة. والوجع ده اللي بيميزه ان المريض اللي عنده المشكلة دي بيشاور على نقطة معينة ويقول انه عنده ألم فيها. وبرضه مرتبط بالأكل، وبرضه من الحاجات المرتبطة بيها ان لو أخدت أي حاجة مضادة للحموضة الأمور بترتاح جدا مع المريض ده، سواء الحاجات اللي بتشتغل سريعة خلال 10 دقايق أو ربع ساعة، زي مثلا جيفسكون شراب، أو زي المالوكس شراب، أو زي الإبيكوجيل شراب. كل دي حاجات سريعة مش بتاخد وقت، تتعامل مع الحموضة بتاعة المعدة الزيادة أو الارتجاع في المريء ممكن يحصل. أو ممكن الحاجات السريعة زي الفورات، زي مثلا راني أو فوار فروت أو فواكه يعني. ودول أول حاجة بنفكر فيها لأن تأثيرهم بيكون سريع جدا في الحالة دي يعني. أو بالحاجات اللي ممكن تاخد وقت شوية عندنا زي مثلا البنتولوك أقراص أو الكنترولوك أقراص. ودايما اللي بيميز الوجع ده انه طبعا بيختفي بمضادات الحموضة، فده بيكون ليه علاقة بالمعدة او المريء. وان شاء الله فيديوهات تانية هنتكلم عن لما بيكون المرارة واسباب تانية كتير اللي قلناهم في الاول. وان شاء الله يا رب نكون قدرنا فدناكم باكبر قدر من المعلومات. تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتتابعوا الفيديوهات الجديدة اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.